لن يعود الزمالك مستباح كما كان من قبل، ولن يكون الزمالك هو المادة الخصبة للإعلام أو لأي شخص أيا كان من أجل الظهور أو الدوس أو الطلوع على الزمالك. عظمة تحدث وعملها كابتن حسين لبيب. اثبت حضورك بكتابة عاش الزمالك وشير الفيديو ده في كل مكان، في كل جروبات الزمالك. وصل الفيديو ده، مش هقول لك ل1000 لايك ولا 2000، اقل واجب كده 10000 20000 لايك. هتقول لي ليه يا عم ماضي؟ هقول لك عشان اللي هيتقال دلوقتي ده يستاهل مليون لايك كمان، مش بس 1000 ولا 2000 لايك. طيب ايه يا عم ماضي القصه؟ في اوقات بتحتاج فيها الاداره اللي عندها حنكه. في اوقات بتحتاج فيها اللسان القوي بالادب. في اوقات بتحتاج فيها انك تاخد حقك بمعلمه، وانك ترد الردود الصح، وتكون بتتكلم بالاسلوب الصح دون خطأ في الآخرين، ومن غير من الآخر كده، من الآخر ما تلبس نفسك الغلط فتخلي الناس يمسكوا عليك مشاكل فيتضر الزمالك وانت كمان شخصيا تتضر. اثبت حضورك بلايك وقول لي عاش الزمالك كده. مش هتكلم غير ما اشوف كل الناس تكتب عاش الزمالك. كابتن حسين لبيب يغرد تغريدة في المقص. واخد لي بالك من حتة عاش الزمالك؟ على طول اول لما اتعملت لقيت كل الناس عماله تبعت لي تقول لي عاش الزمالك يا ماضو، عاش الزمالك يا ماضو، عاش الزمالك يا ماضو. انا فاهم انتوا قاصدين ايه، لكن مش هريحكم. بص يا عم، الزمالك اولا. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يغرد ويقول: الزمالك اولا، هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما اراها طول عمري. جمهور يضع كل الثقة في ناديه وإدارته، وإن شاء الله نحن قادرون على تحمل تلك المسؤولية الضخمة. 2. جمهور أخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال، وولائهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص، ونحن على هذا العهد. 3. جمهور يعي تماما كلمة انتماء وإخلاص، وعندما شجع النادي لم ينظر إلى شيء غير أنه يظل دائما داعم للكيان، وهذا حالنا جميعا. 4. جمهور رغم الظروف القاسية التي عانى ويعاني منها الكيان إلا أنه دائما وأبدا في ظهره، وهذا ما تعهدنا عليه جميعا. وأخيرا والأهم، الإدارة كما أراها لا تتخذ قرار في حالة الغضب، وأيضا لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة. كلام الناس أشبه بالتراب، إذا لم يطير بالهوى فهو بالأقدام يداس. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. تاني، آخر سطر كده ركز فيه: كلام الناس أشبه بالتراب، إذا لم يطير بالهوى فهو بالأقدام يداس. تحياتي على العظمة وعلى الروقان وعلى الحنكة وعلى ضبط النفس وعلى انك تعرف. بص، كل جمهور الزمالك عمال يكتب عاش حسين لبيب، كل الدعم الجد ومجلس الإدارة، كل الدعم لمجلس الإدارة، ونشكركم لحسن التعاون معنا. يمكن دي اول مره في حياتي احط صوره حد معايا في لايف، تمام؟ اكيد. هل انا مستني حاجه من مجلس الاداره ولا من كابتن حسين لبيب ولا من مجلس الاداره ولا من اي حد في نادي الزمالك ولا من اي لعيب ولا اي مسؤول مستني اي حاجه؟ ولا من اللي فات ولا من اللي جاي ولا من الحالي. خلاص. هتقول لي بتطبل، ده اسمه دعم للناديه. وهل جمهور الاهلي لما كان كابتن الخطيب عنده مشكله مع الاستاذ او معالي المستشار تركي آل الشيخ، وكان في كلام كتير وهجوم وسباب وتطاول وكلام من ده بيحصل، هل جمهور الاهلي كان ساعتها بيطبل؟ لا، هو كان بيدعم ادارته، وده الصح. الصح انك تكون متحد في الكيان بتاعك، ان كل المنظومه تكون واحد علشان نشوف كيان ناجح ونشوف كيان بيتقدم وبيتطور. الصح ان انت تبقى ظهرك وكتفك في كتف زميلك الزملكاوي ايا كان بقى، انت بتحبه مش بتحبه، متفق مختلف معاه مش معاه. الصح
انك فعلا 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 تدعم الكلام ده، ومش وقت انقسامات. واي واحد هيحاول يصطاد دلوقتي في الميه العكره فهو مش عدو لحسين لبيب ولا لمجلس الاداره ولا لاحمد سالم ولا لاي حد من الناس دي، هو عدو لنادي الزمالك. عدو نادي الزمالك هو اللي يشق الصف دلوقتي. عدو نادي الزمالك هو اللي يحاول دلوقتي يشكك من دور او موقف مجلس الاداره. يا عم وافقوا ما وافقوش، في النهايه احنا في مركب واحده اسمها نادي الزمالك. لو حضرتك فعلا زملكاوي او كنت مسؤول زملكاوي، التزم الصمت ادعم الى ان ياتي دورك بقى، سواء بانتخابات سواء بظروف اخرى احنا متعودين عليها، وربنا ما يجيب الظروف الاخرى. فحقيقي بص، كل الناس كلام الناس اشبه بالتراب، اذا لن يطير في الهوى فهو بالاقدام يدهس. انا في كام واحد بيغلط فيا في اللايفات، حضراتكم بتشوفوا كتير. برد على حد شتيمه؟ لا. بغلط في حد؟ لا. قادر اخد حقي بالقانون طبعا، لكن بسيب حقي ليه؟ علشان عارف ان حقي ده هيجيلي بقى عن طريق ان ربنا يكرمني في حاجه تانية، هيجيلي في وقت تاني. لكن وانا متعصب، هل انت لما هتشتمني انا مش بتعصب وقادر اقسمك 3 مش 2. لكن الفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان حضرتك لما بتشتم حد او بتغلط في حد هو بينفعل. لو حضرتك خليت الحد ده ينفعل ويتعصب ويتضايق ويبقى مش طايق نفسه ورد عليك، هيركب الغلط. زي بالظبط كده ما إدارة الأهلي عملت مع الإدارة السابقة لينا. كانوا ايه، يغلطوا الدنيا ويتعصبوا ويعملوا ويفضلوا ساكتين. هنا بقى احنا نرد، نغلط، نشتم، فنلبس. فما نلبس ايه اللي يحصل؟ نتضرر. فما نتضرر ايه اللي يحصل؟ يتحل مجلس الاداره. فما يتحل مجلس الاداره ايه اللي يحصل؟ يقع الزمالك وتسيبه هو اللي يخلص على نفسه. بيان عظيم في توقيت حرج ومهم، ويسعدني ويشرفني ان يكون البيان ده بيمثل نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك العظيم. واعتقد الكلام ده هيسعد الاهلاويه كمان. هتقول لي ليه يا عم ماضي؟ اقول لك علشان كلنا واحد في البدايه والنهايه، علشان في اخر القصه كلنا اخوات واصحاب. فارجوكم ارجوكم ارجوكم شيروا الكلام ده في كل مكان، واسعدوا نفسكم، وافتخروا بناديكم اللي عينه ما بتتكسرش. افتخروا بكيان قادر ان هو يواجه حتى وهو محتاج. افتخروا بكيان عنده الغنى، غنى النفس. فالغنى غنى النفس، والكرم كرم الاخلاق، والذوق هو ان انت تعمل اللي انت عايزه من غير ما تغلط في حد. وده اللي حصل بالظبط. الزمالك عمل اللي هو عايزه من غير ما يغلط في حد. هل شفت مسؤول زملكاوي طلع غلط في حد؟ لا. هل شفت المتحدث الرسمي اللي معمول عليه من امبارح حرب وهو يا اما العلاقه، هل شفته طلع غلط في حد؟ لا. لكن الناس اللي بيغلطوا انتوا عارفينهم، العيال اللي عماله تعمل فتنه، اللي عايزين يولعوا في البلد، دول مالناش دعوه بيهم. اللي انتوا عارفينهم كويس خبراء اللوائح، ويفضل يقول لك انا ومش انا ومش انا. بس لما تعوز تفهم تعالى لبابا المجال وهو يفهمك. الفتنه اشد من القتل، وهتتحاسب عليها قدام ربنا. علشان كده انا بقول لحضراتكم دايما وابدا كونوا محترمين وعوفاء وعندكم عفة لسان. لما يبقى عندك عفة لسان هتاخد حقك بالأدب، والحق اللي بالأدب بيوجع. بس اثبت حضورك بكتابة عاش الزمالك. اعمل لايك للفيديو ده اجباري اجباري اجباري. وصل الفيديو ده ل 10 20 الف لايك، وصله لكل الناس. ودايما اكتب الزمالك اولا شعارنا، وعاش الزمالك. وحقيقي حقيقي حقيقي انا بتشرف بالبيان ده. بس خلاص، اللي هيزعل وهيشوف ده تطبيل ربنا يهديه. تطبيل يعني انا محتاج حاجه، انا مش محتاج حاجه من الناس دي. انا بدعم نادي الزمالك وعايز اي حد ينجح لي نادي الزمالك. في مشاكل، في عيوب، في حاجات هرميها دلوقتي ومش هتكلم فيها دلوقتي. ليه؟ لان دلوقتي وقت ان كلنا نبقى واحد. بس خلاص حبايبي، والله الله على تعليقكم. مدعو على المحترم حبيبي يا ثابت، يا عبد الحميد استاذ ثابت، اهلا بحضرتك. اجمل مدعو دولي، شكرا يا استاذ طارق ابو سيف. عاش الزمالك احمد شاهين، رمضان ناصف، علاء حسن، عاش الزمالك وعاش مدعو الشيف اشرف. احلى مدعو، تحياتي ليك يا احمد يا عادل، على راسي. تتبروز كلام الناس اشبه بالتراب، فاذا لم يطير بالأقدام يدهس. مع كامل احترامي يعني. السلام عليكم.